Saison 2, c'était la suite à la première saison. La différence ما بين la première saison et la deuxième saison, c'est que خرجنا l'histoire قلب حكاية عاشور العاشر، قلب المملكة، قلب l'histoire تاعنا خرجناها ودرناها في قالب دراما. كانوا سي فري كانوا الحلقات الاولين كانت فيهم بوكو بلوس، كنا مبازين على الفكاهه وعلى لي ميساج اللي لازم يكونوا، باسكو الفكاهه اللي ما تكونش هادفه ما عندها. انا بور موا نحترم كاع الاعمال، مي انا بور موا لازم الفكاهه لازم تكون هادفه. وحنا كما في العاشر والعشرة درنا مرآة واش الشعب اللي كان يشوف فيه، سي بور سا نال النجاح. والحاجه المليحه شوف المشاهد الكريم اللي كان يعني يتبع في سيزون 1 وحتى دوكا في سيزون 2 فهم يعني، والطابع الفكاهي يعني تتبع، يعني المتفرج يتبع العاشور حتى كي رحنا له في طابع الكوميدي حتى الدراما. ورانا سيرتو فرحانين كي الشعب الجزائري راه يقول بلي تسمى فرح في هذا رمضان. دايور كي خلاص لا سيري شغل كاين مام الناس اللي زعفوا وعلاش ما فيهش 30 وعلاش كيما يقول لك خدمنا 23 ايبيزود، يفو ميو يكونوا 23 ايبيزود كاع ناجحين خير من اللي يكونوا 30 باش ما نعجنوش. اون بريفيري اون تريتي دي سوجي، عالجنا شغل با مال دو سوجي والحمد لله. خدمت البيرسوناج هذا خدمته من لاتولي ديكريتور ملي كنا نكتبوا فيه وانا معاهم في لاتولي، دونك خدمت البيرسوناج هذا ملي كان يكتب في الورق حتى للتجسيد تاعو. سيتي با فاسيل بور موا باش نجسدو. لو كان ما كانش من داغيغ موا جعفر وشفيق وتوت ليكيب اللي كوميديا اللي كانوا معايا ما كنتش قادر نمدوش، باسكو عندي صافي ان بون مومون ما لعبتش. ودي الجمهور راه مهبني راه قالوا لي يا راه فيها عرس مع حمامه ولا مازال. انا بروحي والله ما على بالي لا فيها العرس ولا مازال، مانيش عارف بالك طروازيام على ربي ان شاء الله فيها عرس. راكم معروضين كاع كيما راكم 48 ولايه صافي بليزير. الجمهور يهمنا، لو كان ما جاش يهمنا ما نخلوش الجمهور ينفعل مع كل موضوع مع كل حلقه تفوت. طبعا احنا يعني فرحت ان شفت الجمهور ينفعل من خلال بعض القصص او بعض السيناريوهات، لان هذا يخلي انه اللقطه الاخيره تاع الفليشه لا مش غير اللقطه بون هذيك خليتها يعني سكون ابل النهايه مفتوحه، يعني ذا اوبن اند، يعني حتى اذا كان فيه عاشور 3 ولا ما كانش يقدر يخلي الناس تعرف بلي يمكن فيه، يعني القصه كل يوم ما تخلاش، لازم مازال فيه امل مازال فيه انفتاح. لكن حبيت نقول من خلال الجمهور اللي انا يعني فرحت انه كيفاش عنده حتى مرات يعطينا عبر الصفحات عبر لي ريزو سوسيو كيفاش يتجاوب، كيفاش هو يعطينا افكار اللي يمكن حتى تفوت الافكار تاعنا اللي احنا اللي كتبنا العاشور. اليوم رانا في سهره تاع الخيمه تاع جيزي اللي نظمته على صديق اون اورغانيزي ليفينمون تاع جيزي مع ليكيب تاع عاشور العاشر، فريق الانتاج وبعض الممثلين اللي نحييهم ونشكرهم على هذه المبادره. المشروع عاشور العاشر اللي مشروع كبير اللي القى يعني بلاصتو في قناه الشروق لانها عندها صوره، عندها صوت، وعندها الشعبيه تاعها وعندها الاودينس تاعها. هذا ساعد كثير عاشور العاشر باش تاخذ كش يقول الشعبيه اللي عندها.